نفس الهواجس، نفس التذمر وقيل. صح، تذمر، لأن المجالات الفكرية والبناءة للإنسان دائما محاربة في الوقت الحالي. رداء كتحارب الرداء دائما كتحارب. لأن أنا في نفس سياق الموضوع، حتى مجال الصحافة أنا أعرف أشخاص حتى مستواهم الدراسي بسيط جدا أصبحوا في مواقع إلكترونية على شكل صحافة، بينما الغريب في الأمر هو هناك بعض الناس يمارسون نفس المجال بنفس الطريقة، يكتبون بعض الأحيان أنهم يحاربون الناس التي لا تحمل شهادة حتى ابتدائية. كيف لك أن تحارب شخص وأنت تشغله معك؟ لهذا هناك واحد النوع من الارتزاق بالمجال، هناك واحد النوع من الاختيار بين قوسين بنات معروفين، يعني لا يوجد هناك موضوع أبدا يبني الإنسان نهائيا. كما قلنا قبل قليل، سابقا كان هناك فخر للإنسان أن يتم استدعاءه لبرنامج يحاوره يعني صحافي متمكن له باع في المجال، عنده أسئلة لها عمق معرفي للناس لتنوير مفاهيم الناس وفكر الناس. الآن أصبحت المواضيع لا مجال لها ببناء الإنسان، لا مجال لها، لا تساعد أبدا في تنوير فكر الإنسان. للأسف حتى المجال الموسيقي والمجال الغناء عموما كذلك، هناك يعني فنانين خصك تكون عندك بروباغندا ديالك طبعا يقوم وتقدر توصل. اما لا كنتي اصيل كتبحث تجتهد أبداً. وتكدرها بطبيعة الحال. هناك يعني شراء اللايكات وشراء المشاهدات، يتم خسر أموال كبيرة على فيديو كليب من أجل قتل الاستماع وترويج للفيديو، كما قال صباح فخري الله يرحمه في أحد برامجه في قناة سوريا سابقا أظن 1991.